نسمة صباح الخير. النهارده هعلمك واحده من اهم الحركات اللي جسمك بيعملها وهتحتاجيها في يومك الطبيعي وكمان في التمرين، وخلي بالك لان الحركه دي لو انت ما عملتهاش صح ممكن تتعوري. يلا بينا يلا يلا. شفت لما كده اهو؟ الحركه دي اسمها هنج. انا دلوقتي هعلمك ازاي تعملي الحركه دي من الصفر، لان انا عارف ان انت وانت بتعمليها بتتني ركبتك كده وظهرك بيتني كده. تعالي بقى اوريك تتعمل صح ازاي. يلا هنستلف عصايه مقشه، الزق عصايه المقشه في نص ظهري كده، عايز اوطي وفي نفس الوقت عصايه المقشه لسه برضو ايه لازقه في ظهري، بس برضو انا متاكد ان انا هلاقي ناس وهي لازقه دي كده بتنزل كده اهو. فهنروح عاملين ايه بقى؟ ده هنروح لازقينه في الحيطه. يلا بينا. نفس اللي انا عملته هعمله تاني، بس الاول هلزق نفسي في الحيطه كده واخد مسافه ايه، مسافه رجلي كده اهو. خدت مسافه كده اهو، عصايه بقى لازقه في ظهري، عايز اخبط الهيد بتاعتي في الحيطه كده بام. عايز انزل مدى حركي اطول، هعمل ايه؟ هاخد خطوه صغيره لقدام واتاكد ان انا على قد ما اقدر ابقى رافع صوابع رجلي لفوق. نسمة خدي بالك، التفسير دي مهمه جدا جدا جدا. لو لقيت ان وسطك بيلف لجوه ستوب، علشان هنا ممكن يبقى فيه اصابه، خلي بالك. العب لحد قبل ما وسطي يلف. طيب ليه اصلا وسطي بيلف لجوه؟ يا اما علشان الخلفيات بتاعتي دي قصيره، او عضلات الكور والجلوتس بتاعتي ضعيفه، فدول برضه هنشتغل عليهم على جنب لوحدها. نسمة احنا خلصنا خلاص. متنسيش تعملي سيف للفيديو واستني الفيديو اللي جاي. يلا شوف وشك على خير.